اسمع يا سي عبد الحميد، اسمع. ما انا سامع اهو. انه في يوم 10/10/2010 حرر محضر اداري باختلاس 23 صباع طباشير طبي ابيض، كما تم سرقة 22 صباع طباشير ملون من فصل تاني. كما اكتشفنا سرقة خريطة العالم يا عبد الحميد، والتي وجدت بدورها في مكتبك. نعم، كما أضيفت إلى هذه التهم إتلاف البشورة الخاصة بفصل 5 نعم، فقد تم نزع الإسفنج منها واستبداله بشراب نايلون به قصاصات من الورق. وعلى هذا فقد تم تحرير هذا المحضر، وسوف أقوم بتحويله إلى الرقابة الإدارية، كما أنني سأطالب بتوقيع أقصى العقوبة عليك. لا، دي مؤامرة. هاي دي مؤامرة. أيوة، مؤامرة عليا يا سيادة المدير. أنا ما بلبسش شرابات نايلون وما عنديش شرابات نايلون، حتى مراتي بتلبس صندلها على اللحم على طول من غير شراب. وأكيد اللي عمل فيا ده كله الولد اللي اسمه عز العزيز. وأنا بطلب شهادة الأولاد الغلابة اللي أنا جبت لهم حقهم من اللي اسمه عز العزيز. أهلا وسهلا يا سيدي، أنا راجل مدير مدرسة ديمقراطي. يا مرحب بالأولاد، اتفضلوا يا أولاد. اتفضلوا يا أولاد. أنا عاوزكم ما تخافوش من حد، وقولوا عز العزيز عمل فيكم ايه؟ عزت ما عملش حاجة، ده أهدى واحد في الفصل. عزت أهدى واحد في الفصل؟ انت يا واد، انت بالذات مش قلت لي انه ضربك علشان قدمت قصاده في الانتخابات؟ أبدا، عزت ده طول عمره بيلعب الانتخابات نزيهة. ايه يا اخويا الشوكولاتة اللي في ايدك دي كلها؟ ايه ده؟ وايه الشوكولاتة اللي في جيبك دي كلها؟ اتكلموا يا اولاد، عايزكم تقولوا كل حاجة، ما تخافوش من اي حاجة، كل حاجة بدون خوف. عزت ده متواضع جدا، ده حتى بيوطي يربط لنا رباط الجزمة. لا، دي مؤامرة فعلا، دي مؤامرة عليا. حرام عليكم يا فندم، ده عزت دخل اللي انا حطيت وشي في الحيط. عزت عموما مش هجيب لي حق الا منك. ايوه منى، فاكرها؟ منى بتاع كوكي بارك. ها منى، انت فين يا منى؟ علشان تفهم بقى، منى دي تبقى بنت اختي، يعني تربيتي. منى يبقى منك لله يا منى. استحالة تعتذر يا عبد الحميد، ما تبقاش ابو ريهام عبد الحميد الصحفية. جرى يا والدي، ده انا بقول عليك انك طول عمرك ناشف زي الكاسيت الياباني يا ابو رحيل، ولا مؤاخذة. يا بابتي حضرتك رياضي قديم، لازم كده تبقى شجاع زي كل الرياضيين ولا ايه؟ صح. بس يا بنتي شوهية، مالكش دعوه بيه، اوعى تسمع كلامهم. مالناش دعوه يا اخويا برجال الاعمال دول ممكن يتلموا على بعض في المجلس ويطلعوا لك قانون ضرايب جديد متفصل عليك ويقرفونا كلنا. ما اعتقدش، اصحابه انا عارفهم ودول دايما نايمين في المجلس. لا، ما دام بقى جت سيره المجلس يبقى لازم تخلي بالك قوي يا خال، لانك لو اعتذرت فتبني المجالس المحليه الفيوميه هتتحرم من الجنسيه وتسقط عنك بكل مميزاتها، ولو فكرت في يوم تخش بحيره قارون هتقطع تذكره كامله زيك زي الغريب. ايه اللي بتقوله ده؟ ما تسمعش كلامه يا اخويا خش نام واستخبى واقفل بابك بالضبه. اوعى تخاف يا والدي، انا معاك، مش بس انا، كل صحفيين مصر الاحرار معاك. لا يا عبد الحميد، خدها مني نصيحه يا حبيبي، مشي حالك، اللي ما تعرف توافقه نافقه. انا مش هخاف طول ما بناتي حواليا. جدع يا بابا. وانا بقى هكلم لك مصطفى سعيد الصحفي، ده اجرأ صحفي في مصر. اطلبي. رد؟ ما بيردش. يبقى خاف هو كمان. استحالة، ده ما يخافش ابدا، تلاقيه بيتعذب وعامل الموبايل على سايلنت. اهو رد. الو، ايوه يا مصطفى، جايبه لك قضية فساد، انما ايه عجب.